المنتخب المغربي يصل إلى المباراة النهائية في كأس العرب. اليوم المنتخب المغربي كان قوي، كان مختلف أداءه بصراحة. قارب لك المنتخب الإماراتي ما قصروا، لكن المنتخب المغربي اليوم يستحق الفوز. قدموا مباراة كبيرة، مباراة قتالية، مباراة فيها استبسال، مباراة يعني تعرف اللي شافوا الكاس ضار قدامهم. والله اسود اليوم، اسود الاطلس لعبوا بقوه وقتال الامانه، ونقول هارد لك المنتخب الاماراتي ما قصروا في البطوله. مبروكين، يستاهل الجمهور. منتخب المغرب يفوز على المنتخب الاماراتي بثلاثيه. قعدت اقول لكم المغرب لا، المغرب ما يتغنلهاش. هاتولنا المغرب جت مش بهدف، مش باتنين، 3-0. منتخب المغرب يفوز ويقصي منتخب الامارات العرب الشقيق خارج البطوله. ارفع راسك فوق، انت اسد من اسود الاطلس. منتخب المغرب النهارده فتح مدرسه الفن والهندسه، فعلا قال للمنتخب الامارات محدش يستفزني قبل البطوله. انت ممكن تفرح قبل المباراه، ولكن بعد المباراه هو جه دور المنتخب المغربي. بيسالوا المدرب منتخب الامارات قبل اللقاء: انت واثق من الفوز على المنتخب المغربي؟ قال له انا فزت على منتخب الجزائر الاقوى، وجه الدور على المنتخب المغربي. جه المنتخب المغربي ما قدرش المنتخب الاماراتي يسد امامه. طارق السكتاوي النهارده سد كل مناطق القوه للمنتخب الاماراتي. اداء اكثر من رائع، نتيجه اكثر من رائعه. الجميل النهارده ما هوش فوز اخطف واجري، رغم ان دوت بيبقى مطلوب في الادوار الاقصائيه، ولكن منتخب المغرب عمل ابداع، عمل اقناع، عمل تيكا تاكا. هدف عبد الرزاق حمد الله، اسيست عبد الرزاق حمد الله النهارده بيقول المغرب موجود بمن حضر. سلام عن مين اللي يقدر يجاري المغرب رسميا؟ المغرب الى النهائي بعد الفوز على الامارات ب 3-0. انت متخيل ان منتخب البدلاء بتاعه هم اللي بيكسبوه؟ كان 1-0، البدلاء بتنزل بيكسبوه 3-0، بيسجلوا هدفين. ورسميا باي باي الامارات، والعشم ياخدك مع اي حد، ولكن مع المغرب ده مش طبيعي. مع المغرب ده بصف ثالث، بصف ثاني، بصف اول، ما فيش حد قادر عليهم. رسميا اول اطراف النهائي يوم 18 ديسمبر بيتحدد. المنتخب المغربي هيواجه السعوديه او الاردن، فتوقعاتكم من سيكون بطل كاس العرب؟ التأهل إلى نهائيات كأس العرب. شحال زوين الواحد يوصل الفينال. مبروك الأسود الأطلس، هارد لاك لخوتنا الإماراتيين. حنا خاوة، ولكن في التيران ما كنعقلوا على حد. درتو نتوما خطأ، درتو الجزء الثاني ديال هاتوا المغرب، هاتوا اش تاكم تقولوها، حيت هذيك الجملة راه فيها الخير لينا حنا، حيت عندنا جوابها كالتالي: احنا جينا. لا تقولوا ما جينا. هاد الفرحه اليوم شحال تسنين، عمرك شفتي السبع خايف كيتخلع. ايوا نتمناو يا من السعوديه يا من الاردن اللي يطلع فيهم يقول حتى هو هاتوا المغرب، هاتوا ونديو الكاس ان شاء الله. هارد لك الامارات ومبروك للمغرب، وديما مغرب بالثلاثه يا مغاربه، بالثلاثه كتير. بعد خروج كل المنتخبات العربية الممثلة للكرة الإفريقية، منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس اللي خرجوا من البطولة بدري، بقى على أكتاف الكرة المغربية مسؤولية كبيرة جدا. ودايما هم مسددين، دايما وقت الجد يجي يقول لك ولا تخاف، أتحمل المسؤولية، زي ما عملوها في كأس العالم للشباب وشالوا المسؤولية، في الأولمبياد يشيلوا المسؤولية، في كأس العالم للكبار كمان يشيلوا المسؤولية، وصلوا أدوار بعيدة كمان. حتى في كأس العرب المغرب حفظت ماء وجه كرة إفريقيا وشمال إفريقيا تحديدا بعد خروج كل المنتخبات الكبرى، في مفاجأة كبيرة جدا. اللي كان يتمنى اكيد شريحة كبيرة جدا من الناس ان هم على الاقل يوصل منهم على الاقل منتخبين. منتخب مصر خرج من الدور الاول، منتخب تونس من الدور الاول، منتخب الجزائر خرج من الربع، منتخب الاماراتي قدر ان هو يفوز عليه بركلات الترجيح بشيء روعة جدا واداء جيد، لان المنتخب الاماراتي منتخب محترم. ولكن المدير الفني للمنتخب الاماراتي فهم الكرة المغربية غلط، وقال في مؤتمر صحفي ما قبل المباراة ان المغرب نفس كرة الجزائر، وزي ما تعامل مع الجزائر هيتعامل مع المغرب. وهنا قرايه سيئه جدا من المدير الفني الروماني اللي قرا المغرب غلط، لان المنتخب المغربي ما بيلعبش نفس كرة الجزائر اطلاقا. ففاز المنتخب المغربي ب3 أهداف مقابل لا شيء على منتخب محترم جدا وعنده كرة جيدة، وهو المنتخب الاماراتي اللي يصل المنتخب المغربي لنهائي كاس العرب ويحفظ ماء وجه كرة شمال افريقيا ويثبت ان احنا لسه موجودين. شكرا يا مغاربه، والله انتوا المتصدرين دايما في كل حاجه، ومين هيتصدر غيركم؟ صحاب اللعبه دلوقتي. كان بغيركم بزاف يا مغاربه، ومليار مبروك وبصحتكم الفوز، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. مليار مبروك لكل الشعب المغربي على هذا الفوز الكبير.
ايدي قاعدة يحطوها براسكم يا جماعة مع المغرب. لا تستغرب، المغرب إلى نهائي كأس عرب بالمنتخب الثالث، مش منتخب أول ولا ثاني، المنتخب الثالث إلى نهائي كأس العرب. يا عفو الله شو هذا يا جماعة؟ أقسم بالله شيء ما بالراس. 3 على الإمارات، 3 على الإمارات. آخر دقايق أجى الثاني والثالث خلاص. روحون يا عفو الله. والله يا جماعة بعدنا هلا بقول وكرر، المنتخب المغربي أقوى منتخب عربي عبر التاريخ، أقوى منتخب عربي عبر التاريخ. إلى نص نهائي برجال بكأس العالم، إلى نهائي الأولمبياد، حققوا كأس العالم مع الشباب، وهلا إلى نهائي كأس عرب ممكن هن الأبطال. يا جماعة مع المغرب لا تستغرب، أقوى منتخب عربي عبر التاريخ وانتصر. في حدا بيحق له يحكي انا ممثل للكرة الافريقية؟ هو المنتخب المغربي. المنتخب ما شاء الله مو طبيعي، عم يتأهل الى نهائي كأس العرب وفوز على الامارات 3-0. طبعا هي احصائيات المباراة، الامارات قدم مباراة عالمية امام المغرب، خاص نصف الشوط الثاني كان المنتخب الاماراتي عم يقدم اداء خيالي، بس خبرة وكاريزمة المنتخب المغربي وجودته عرفت كيف تجيب الفوز وتتأهل الى النهائي. والله المنتخب الاماراتي اجبر الجميع على احترامه. هارد لك لاخواننا في الامارات، ومبروك مبروك مبروك للشعب المغربي، والديما مغرب على التأهل الى النهائي. قوي 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 يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. لا 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 جول 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 جول. لا 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 مش طبيعيين. المغرب للفاينل، المغرب للفاينل. خلصت خلاص التاني. مش طبيعيين يا مغرب. سيبي حاجه لغيرك، سيبي حاجه لغيرك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجون ده؟ ايه التيكي تاكا دي؟ ايه التيكي تاكا دي؟ يا لهوي يا لهوي على الجول، يا لهوي على الجول وحلاوه الجول، يا لهوي على الجول وحلاوه الجول. المغرب للفاينل رسميا. يا عيني يا حمد الله، يا عيني يا حمد الله. ده مش متاخد في المنتخب الاساسي ازاي؟ يا عيني على الون 3، يا عيني على الجول، يا عيني على الجول. مش طبيعيين. هدف مغربي. مش طبيعيين المغرب، مش طبيعيين المغرب والله. خبطت وغيرت اتجاهها. صعب على الجول، صعب على الجول، صعب على الجول. ستكتفي الامارات بنصف النهائي لانها اصطدمت بالمغرب. يا لهوي يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان على الكوره وعلى المغرب وعلى منتخبات المغرب كلها. طب نعمل ايه معاهم دول؟ هنعمل ايه معاهم؟ افريقيا دول مش طبيعيين. المشكله منتخب المغرب ده، يعني المنتخب المغرب اللي انت شايفه والنجوم اللي انت شايفها دي، ولا لاعب فيهم في المنتخب الاساسي اللي هو المنتخب الاساسي احسن من كل دول. يا ساتر يا رب. الثالث مغربي، الثالث مغربي. يا ساتر، دي علقه، دي علقه كوره كده. يا لهوي. حمد الله بنفسه المره دي، حمد الله بنفسه المره دي، حمد الله بنفسه المره دي. حمد الله حمد الله. ما يقعدش ده، ما يقعدش ده، وما ينفعش ما ينضمش للمنتخب الكبير. سفاح في ال 18، سفاح في ال 18. اسيست وجول، اسيست وجول. اقلع التيشيرت وقول لهم انا هنا، قول لهم انا هنا. 3-0 3-0. كتير علقه كوره. المغرب بتعلنها صريحه، انا مش بس في الفاينل، انا هاخد البطوله ايا كان مين اللي هيصعد، ايا كان مين اللي جايه الاردن يا اهلا وسهلا، جايه السعوديه يا اهلا وسهلا. المغرب في حته ثانيه، في حته ثانيه والله. لا 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 لا، فارقين عن كل منتخبات العرب، فارقين عن الكل، فارقين عن الكل. المغرب يا جماعه مش طبيعيين والله. ايه الكره السريعه دي، وايه الاجوال السهله، وايه الدنيا معاهم سهله، الدنيا معاهم سهله. ده المنتخب الثالث يا جدعان، صدق او لا تصدق، ده المنتخب الثالث. خلصت رسمي. المغرب للفاينل، المغرب للفاينل، المغرب للفاينل. اوف 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 اوف. هارد لك للامارات، ومبروك للمغرب، مبروك للمغرب. تستحقوا وتستاهلوا، تستحقوا وتستاهلوا. حمد الله العريس، حمد الله العريس، حمد الله العريس. هارد لك لجمهور الامارات، ومبروك لجمهور المغرب. ايه ده؟ ماتش عالمي. المغرب مش طبيعيين، حرفيا مش طبيعيين. مبروك مبروك مبروك.